الزمالك لديه رغبة قوية في ضم محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل جبل خلال الساعات القليلة الماضية، رغم وجود اتفاق مبدئي معه. ويأتي محمد علاء حالياً كأحد أبرز الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى القلعة البيضاء في هذا المركز. يذكر أن الزمالك يستعد لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه لدعم صفوفه بأكثر من لاعب مميز. قبل بداية الموسم الجديد يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل. ورغم تعدد المدارس المعروضة على نادي الزمالك، إلا أن هناك ميلاً إلى المدرسة البرتغالية التي غالباً ما تحقق نجاحات مع الفريق. ويأتي على رأس القائمة المرشحة للزمالك اسم ألكسندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، حيث يحصل على تقييم إيجابي كبير من جانب لجنة التخطيط. وأيضا هناك عدة مدربين برتغاليين وأسبان في حسابات الزمالك، بينهم من عمل في دوريات عربية وبينهم من عمل في أوروبا. يذكر أن الزمالك يستعد لفترة الإعداد استعدادا للموسم المقبل، والذي يبدأ بالبطولة العربية للأندية آخر الشهر المقبل. دخل الزمالك خلال الفترة الماضية مع عدة لاعبين أجانب، ولم يتم حسم أي منها حتى الآن، إلا أن هناك عدة لاعبين من الأهلة ضمن دائرة اهتمام الزمالك في الصيف، وهم كل من أحمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف لاعبا الفريق السابقين. ويترقب مسؤولو نادي الزمالك مصير أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العائد من الإعارة لقطر القطرة مع الأهلي، تحسباً لرحيله والدخول في مفاوضات مع اللاعب لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعب مصيره مع الفريق الأحمر لبحث العروض التي وصلت له في الفترة الحالية. كما دخل الزمالك في مفاوضات مع وكيل محمد شريف لضم اللاعب إلى الفريق الأبيض في الصيف، في الوقت الذي ينتظر فيه شريف موقفه من الأهلي بعد مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية. وفيما يخص بيرسي تاو، فتم عرض اللاعب على الزمالك الأيام الماضية عن طريق وكلاء اللاعبين، وكانت لجنة التخطيط ترغب في ضم اللاعب، لكن لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب، في ظل المقابل المال الكبير الذي سيطلبه وفقاً لآخر راتب كان يتقاضاه في النادي القطري أو خلال تواجده الدوري المصري مع الأهلي.